السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. درب اليقين له مرحلتان. درب اليقين له مرحلتان، والمرحلتان مرحلة سابقة ومرحلة لاحقة، وكل من دخل هذا الدرب بصدق وبإخلاص تام وبقوة قد مروا بهاتين المرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الاستقرار النفسي، الأنس. ما معنى الاستقرار النفسي وما معنى الأنس؟ الاستقرار النفسي، الإنسان إذا كان محزونا أو مهموما أو مضطربا أو قلقا أو موسوسا أو محبطا، هو فقد فكرة الاستقرار النفسي. هي الاستقرار النفسي، لاحظ الآن أنت لما تستيقظ من صباحك والحمد لله لا تشعر بصداع في رأسك ولا في جسدك ولا في معدتك ولا في مفاصلك، نقول هذا هو الآن في حالة استقرار جسدي، يعني الحمد لله هو بخير، ما في ألم. الآن استقرار النفسي باطنك أنت، هل أنت مرتاح؟ هل أنت مطمئن؟ الحمد لله تشعر أنه يعني لا توجد مخاوف، لا توجد أحزان، لا توجد مثلا وساوس في دماغك، لا توجد وحشة في روحك، تكون أنت نقول عنك هذا شخص مستقر، وصل إلى حالة الاستقرار النفسي. الاستقرار النفسي هو أساس السعادة، أساس الطمأنينة، أساس السعادة وأساس الطمأنينة. لأنه ربما يكون الشخص سليما في أعضائه ولكنه يتألم في روحه، فهذا لا ينتفع. تكون عنده جميع أصناف الطعام لكنه لا يتلذذ بها، لما؟ لأن روحه تئن وتتألم. فلذلك أنا إذا أردت أن أدخل في درب اليقين، أو إذا دخلت في درب اليقين، فسيتحقق لي أمران: أول، ثاني، ولا بد. الأمر الأول قلنا هو الاستقرار النفسي، السعادة، أنس. منين جاء؟ سهل. رب العالمين ماذا قال في كتابه الكريم؟ قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب تطمئن بذكر الله، بمعرفة الله. درب اليقين هو أن تدخل على الله دخولا صحيحا، أن تناجي الله وأنت تستشعر وجوده، وأنت تفتقر إليه، يعني ما إلي غيرك يا رب، وأن تكون حاضر الذهن متفكرا متدبرا بالمعاني وأنت تكلم الله، وأن تنشرح لأنك تكلم الله. يعني الآن كم من إنسان لما قلنا له اقرأ القرآن الكريم بالتدبر والفهم والوعي، وأنتم كلكم جربتم ذلك، قلنا لهم اقرأوا القرآن بالتدبر والتفكر والوعي، يقولون وجدنا للقرآن طعما عجيبا. قلنا لهم إذا اختليتم بالله فاستشعروا أن الله معكم، قالوا وجدنا للخلوة طعما عجيبا. قلنا لهم إذا ذكرت الله فاعلم أن الله يسمعك وأنك تناجي الكريم الرحيم، قالوا وجدنا للذكر طعما. فهنا الآن السائر بدرب اليقين سيصل إلى حالة الاستقرار
والإيناس، هو مستأنس، هو سعيد وفرح، هو منشرح، فتجد في حياته انشراحا، وتجد أنس، وتجد حتى جمال في منطقه، جمال في بشرته، جمال في نظرته للحياة. وهؤلاء أغلب الذين ساروا على هذا الدرب قد والحمد لله قد تحدثوا لنا عن ذلك كثيرا. حتى نظرته للحياة اختلفت، لأنه هو مع الله، هو يأخذ سعادته من الله سبحانه وتعالى. ما ظنكم برجل يقرأ القرآن بالتدبر والتفكر ويستشعر أن الله هو الذي يكلمه؟ ما ظنكم بمن يخلو بالله ويستأنس به ويسعد به؟ إذن هذه المرحلة طبعا رقم 1، لابد أن الإنسان في درب اليقين يصل إلى هذه السعادة والفرحة والأنس وجمال الروح وإشراقة الضمائر، لابد. بعد ذلك الوظيفة الثانية تحقيق المطلوب. الآن المرحلة الأولى الأنس، المرحلة اللي هي الأنس واستقرار النفسي والسعادة، وسميها اللي أنت بدك إياه. لا، بل بعض الأحيان أنت في مشاعر أنت لا تستطيع أنك أنت تعطيها حتى وصف في اللغة. حالة شعورية عجيبة جدا أنك مع الله، أنك قد خلوت بربك، تكلمه وتناجيه وتطلب منه وتقرأ كتابه، لا تتفكر في مخلوقاته، تنظر إلى كل شيء على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وهو الذي أوجده، وهو الذي هيأه، والحمد لله. وتستشرف مستقبلا جميلا مع الله سبحانه وتعالى. بعد هاي المرحلة في مرحلة ثانية اللي هي تحقيق المطلوب. يعطيك الله ما تريد لأنك صدقت في لجوئك إليه. على هذا الأساس أنت لن تستطيع أن تصل إلى الثاني حتى تحقق الأول. لاحظ، هكذا القضية مرحلية مهمة. الثاني اللي هو تحقيق المطلوب، أنت لن تستطيع الوصول إليه حتى تحقق المطلوب الأول، حالة الأنس، حالة الاستقرار، حالة الفرح، حالة السرور. مو إنه أنا درب اليقين داخل وأريد أن أقهر نفسي عليه قهرا، لا. مو إنه بس والله أنا جاي 1+1=2 عشان آخذ أنا مطلبي أظل ماشي، لا لا لا، الله لا يعامل بهذا الشكل. لا بد أن تتلذذ بهذا الدرب، وأن تسعد بهذا الدرب، وأن تأنس بهذا الدرب، وأن تشعر بالاستقرار النفسي في هذا الدرب، وتحقيق المطلوب بعد ذلك. هذا سيكون حاصلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أرجوكم لا بد أن تضعوا هذين الأمرين في الاعتبار. الاعتبار الأول رقم 1، حقق الأنس والفرح والسرور في هذا الدرب. خلاص، حتى أقول لكم مثلا بعض الذين فرج الله عنهم وأعطاهم الله سؤلهم قالوا نحن لا نستطيع أن نترك الدرب هذا بعد ذلك حتى لو تم تحقيق المطلوب. فبقي عندهم الحمد لله تدبر القرآن الكريم، الخلوة مع الله، الذكر الواعي، إلى غير ذلك. فهذان أمران احفظوهما، اكتبوهما، وحافظوا على دائما على حضور هذا الشيء في أذهانكم، إنه المطلوب اللي هو تحقيق المطلوب المراد هذا لابد أن يسبق قبل ذلك بأنه أنت مستمتع مع هذا الدرب وسعيد في هذا الدرب. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم في الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.